صراحة كده بعد ماتش الأرجنتين والسعودية واللي شفته من السعودية والأداء الجميل جدا اللي قدموه المبهر وشرفونا فعلا وشرفوا نفسيهم اللعيبة وهيرفي رينار اللي عمله والضغط المتقدم. قلت بصراحة إن السعودية تكسب الأرجنتين فده حالة ومش هيتكرر تاني، والسعودية في ماتش بولندا هتخسر. لكن لما جيت اتفرجت على ماتش بولندا والسعودية قلت لأ، اتفرجت على حاجة غريبة بين المنتخبين. ان المنتخب بولندا الكرة مش في رجله، المنتخب السعودي الكرة في رجله طول الماتش ومستحوذ وفارد اسلوب لعبه وسيطرته على الملعب. فاللي حصل ده في ماتش الارجنتين اتأكدت اللي هو مش من فراغ، وان المنتخب ده فعلا منتخب محترم وبيبشر بجيل جاي للسعودية كبير جدا. قبل ما نتكلم على ماتش السعودية وبولندا وتفاصيل وحصل فيه حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا، وخصوصا من المنتخب السعودي ولاعيبة المنتخب السعودي، ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب توصلنا كده ل1000 لايك. انزل يا ابني بالانترو. السلام عليكم. بصراحة كده يا جدعان، أي واحد سعودي لازم يفتخر بالمنتخب السعودي اللي عمله النهاردة مع المنتخب البولندي والأداء المشرف جدا اللي عمله. ولما نيجي نتفرج على الإحصائيات كده هتلاقي حاجات كتير جدا المنتخب السعودي دايما الاستحواذ في رجله. بس في حاجة مهمة جدا لازم برضو نبقى واخدينها في الحسبان، هو احنا مش لازم نكتفي بالأداء المشرف بس. بص على الإحصائيات كده، بص الاستحواذ الكرة مع المنتخب السعودي طول الماتش والكرة في رجليهم وفاردين ادائهم وسيطرتهم. ليه بقى ما نعديش المرحلة دي؟ بص الاحصائيات عاملة ازاي، بص الاحصائيات لازم نطمع ولازم نبقى طماعين ان احنا نوصل لحتت ابعد. فانا بصراحة بعد كل الاداء المشرف للمنتخب السعودي هبقى متضايق جدا لو المنتخب السعودي ما وصلش للدور التاني وكسب المكسيك. وده طبيعي جدا لان هو قدم اداء وكوره مش طبيعيه وجميله جدا، وفرض اسلوبه تقريبا على كل اجزاء الماتش، تقريبا كان فرض سيطرته وكل اللي عمله بولندا وهجمات مرتده. في اخطاء بالنسبه للسعودي، بالنسبه للعيبه السعوديه المدافعين واللعيبه المهاجمين والديفندرات، مفيش مشكله، اخطاء عادي ممكن تتدارك في الماتشات الجايه. بس المنتخب ده حتى بالغلطات اللي حصلت لازم نشوفه في الدور التاني، لازم نشوفه في الدور الثاني من كاس العالم، لازم يبقى في دور ال16 وان شاء الله يعدي الدور الثمانية لانه منتخب محترم وفيه خامات محترمه. هبقى متضايق جدا لو الجيل ده ما وصلش فعلا للدور الثاني من كاس العالم، وهم لازم يتضايقوا والسعوديين كلهم لازم يتضايقوا. طبعا الواحد فخور باللي السعوديه بيقدموا والاداء اللي بيقدمه، بس لازم اشوفه بعيد، لازم اشوفه في مكان بعيد في كاس العالم ده على الاداء اللي هو بيقدمه، يا اما كده يا اما حرام فعلا على نفسيهم اللعيبه دي ان ما وصلوش لبعيد. والنهارده السعوديه ضيع فرص كتير جدا، وكان تشيزني متالق جدا جدا جدا، واحد من احسن حراس العالم طبعا. بس برضه لازم لعيبه المنتخب السعودي ان تعرف ان الفرصه اللي بتيجي في كاس العالم ما بتجيش تاني، ده كاس عالم، لازم تخلق فرصه من نص فرصه وتجيب جون، لازم تبقى شرس اكتر على الجون وتجيب فرصه من لا فرصه زي ما ليفاندوفسكي كده عمل. وكان في حاجات كتير ليفاندوفسكي نفسه كان بيصنعها وبيخلقها. لازم تبقى مهاجم قوي جدا وشرس جدا على الجون، لان الفرصه اللي هتجيلك مش هتجيلك تاني. ولما نيجي نتكلم عن عبد الله الملكي والجون التاني، وان طبيعي ان اي حد بيغلط في اي ماتش، واللي حصل ده غلطه واكيد هو ما قصدهاش، بس حقيقي كان مقدم اداء ولا اروع. الخريطه الحراريه بتاعته تقريبا ما سابش حتى في الماتش ما جريش فيها، مقدم اداء ولا اروع ومن نجوم الماتش بغض النظر على الغلطه اللي حصلت. ولما نيجي نتكلم عن كينو برضو، يا جدعان اللعيب ده لازم يحترف، ما ينفعش يقف في السعوديه. الجودات اللعيبه دي فعلا ما ينفعش تقف في السعوديه، مش عشان بقلل من حد او الدوري السعودي، لا الدوري السعودي سبب كبير جدا في اللي السعوديه فيه دلوقتي بسبب المنافسه اللي موجوده فيه. بس لازم ياخد الخبره من دوريات الاوروبا ولازم يتطور هيندج في اوروبا، مش هيندج في الدوري السعودي. لعيب زي ده حرام ما يبقاش في اوروبا بالامكانيات اللي عنده ديت. والكرة في رجله جميلة، ان تحس ان الكرة سهلة، بس هو الكرة في رجله سهلة، هي مش سهلة، ما تخليش ان هي الماتش يخدعك، لا هو بيتصرف فيها بكل طريقة تساعده ان هو يتصرف صح، بيعمل كل حاجة تقريبا صح في الكورة. النهاردة شفتها كينو بيعملها، حقيقي لعيب كبير جدا جدا، ولو احترف في اوروبا يبقى ليه شأن تاني خالص. وصالح الشهري لعب المنتخب السعودي هو اخد اعلى تقييم النهارده المنتخب السعودي في الماتش،
وفعلا ده فعلا لعيب انت ما بتحسش بيه في الملعب، بس هو تقريبا بيسهل كل حاجه على لعيبه المنتخب، من تحركات، انه بيقف على الكوره ويطلع الفرقه، بيسهل كل حاجه. حتى البلانتي اللي جه اساسا كانت ميته وهو اللي خلقها وهو اللي جابها. لعيب كبير جدا، بس فعلا تلام عليه فعلا ان هو لازم يبقى شرس اكتر على الجون. ونيجي بقى لسعود واللي عمله النهارده. طالما سعود موجود فانت تحط في بطنك بطيخه سيفي. سعود حقيقي من اللعيبه المتكامله، اذا كان دفاع وهجوم بيعرف يدافع كويس جدا جدا جدا، وبيعرف يهاجم برده كويس. لعيب متكامل، والبدني بيبقى عنده عالي ما شاء الله، يعني عنده كم بدني كم بدني وفير حقيقي مش طبيعي. يعني الواحد النهارده انا تعبت له من كتر الجري اللي هو جريه، ويروح يمين ما يقولش لا، ويروح شمال ما يقولش لا. لعيب كبير جدا بصراحه. لعيبه المنتخب السعودي كلهم حقيقي الواحد لازم يفتخر بيهم، يفتخر بيهم جدا كمان، واللي بيقدموه ده مش طبيعي. وعشان كده الواحد هيزعل جدا لو هم ما وصلوش لحته تانية وما وصلوش للدور التاني من كاس العالم. الموضوع هيبقى يضايق جدا، وهتبقى متضايق ان انت ما شفتش المنتخب ده بالجوده ده باللي بيقدمه ده مش في كاس العالم الجاي. الموضوع فعلا ممكن يضايقك. يعني انا واحد من الناس هتضايق قوي لو ما شفتهمش، هتضايق جدا. لازم اشوف الدور التاني على اللي هم بيقدموه ده. انا النهارده كنت قاعد حرفيا مقهور ان هم طلعوا الماتش حتى مش تعادل، وما يستاهلوش يعني يخسروا. انت متخيل بقى مش تعادل؟ يعني واحد مقهور ان هم حتى ما طلعوش تعادل. حتى التعادل يعني كنت برضه هتضايق لو تعادل. وفي الجول الاول كده كان في لقطه غريبه جدا، البلاي والبريك سابوا الكوره وطلعوا يجروا على جسم اللعيب. لو كان في واحد بس وقف واخد الكوره من نص الملعب كان بعيد جدا عن الجون، كان الهجمه خلاص ما كانش حصل دوت. فكان لازم الواحد حاجات بسيطه كده لازم يركزوا فيها، هتفرق معاهم، لان اساسا مش هيبقى فيها مش هيخلقوا هجمه للفريق المنافس. هو اساسا كان بيلعب على الهجمه المرتده، فكان مش هيخلقوا هجمه ليهم وكانوا هيستحوذوا على الكوره. وبصراحه الواحد فخور جدا باللي قدمه المنتخب السعودي. وده نهايه الفيديو. وبصراحه ما عنديش حاجه تانية اقولها ان غير ان انا اتمنى ان المنتخب السعودي يوصل للمرحله الثانيه والدور الثاني في ماتش المكسيك، وان هو يبدا يستعد لماتش المكسيك من دلوقتي عشان يقدر يكسبهم او حتى ياخد نقطه ويتاهل عليهم، لان بنسبه كبيره ان شاء الله ان الارجنتين يكسب بولندا ويسهل المأموريه شويه على المنتخب السعودي، حتى لو تعادل وما عرفش يكسب ان هو يصعد للدور الثاني. وكده خلصنا الفيديو. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو.